اتفضل. طيب يمكن أنا عاوز يعني أبحر شوية في جزء شخصي عند حضرتك في اللي هي الباك جراوند اللي ولدت الاستشاري، لأن حضرتك مشيت المسارين مع بعض، شخصي وعلمي. آه، واللي أنا عارفه الاتنين اتسقوا مع بعض ومشوا في نفس اللاين يعني. فهل حضرتك أصلا من الأول آه، يعني كنت عارف إن الحتة دي المميز فيها وهتشتغل فيها، ولا هو الموضوع جه نتيجة الدراسة ولا ايه؟ هو انا ما اعرفش انا كنت مميز في ايه وقتها، اه. لكن انا وقعت تحت ايد خبير من حسن الحظ وحسن الطالع يعني زي ما اه. بيقولوا. ويمكن هي نتيجة مكافأة البحث اه. انك بتدور، فربنا سبحانه وتعالى وفقك لحد أضاء قدامك نور. النور وقال لك إنه في مجال ده. اه. آه، على النقيض تماما، أنا مش عيلتي ملهاش علاقة بالبيزنس، مم. وما كانش عندنا المهارات دي في البيت ولا الاتجاه ده نفسه، يعني ايوه. ولم مؤسس لكده. مم. يعني ما حصلش في يوم من الأيام إنه تم تأسيسي إني أكون رجل أعمال أو بيزنس كونسلتنت أو في المجال أصلا يعني. هو كان بيتم تجهيزك لحاجة تانية خالص. ايوه. وبعدين شيء راجع للشخصية وشيء راجع للوعي. مم. راجع للشخصية. أنا يعني ما بحبش أتحط مكان ما حد بيحطني، يعني ما بحبش وصف المفعول به.